واحد عرسوا له بنت خالته اصلا ما دايره، والبنت دي بتاعت غلات وبتاعت امور ما بتمشي معاك في الدغري اصلا. عكاز حياتها دي كلها عكاز، تقول لها كب لي جبنه تقول لك جبنه ما في شاي، تقول لها كب لي شاي بقول لك شاي ما في جبنه. كرهته ليك العيشه دي، قام شرد منها بعد شهرين جا راجع البيت لقاها بقت مصرصم، بقت متفقهه في الدين وعكاز زاد زياده، عكاز بقى بادل عديل، تقول لها سيك فيك الروضه تجيب لك دليل تسكت ساكت. اليوم دي جا من الشغل ونفسه حلت كمونيه، جاب لها الكمونيه قال لها نظفيها ابد، قال لهم لا الحاجات دي ما بياكلوها، في لحم تجيب اللحم يا اما تجيب لي الحاجات دي. بعد نظف لها الكمونيه دي خدتها في الحله قال لها بس عليك انت تطبخيها تاني عشان ما تشبكني كلام كثير وهي ابد. قال لها بنت الناس انت مجنونه، في دليل من الغرام من شد حله الكمونيه دي؟ قالت له لا حله الكمونيه دي لما تشدها بعد 10 دقائق كده بتصفر، والصفاره في ديننا حرام. قال لها خلاص يا بنت الذين امشي بيت ابوك لحد ما تلقى حله كمونيه بتاذن حتى تعالي راجع. آدم جوا. شاب طالع من بيته مروق بمزاج، يا زول مشغل لك صوت السماعات دي فوق. بعد شويه لقى له عمك في الشارع كده اشر له، عمك طلع مصرصونه قال للولد يا ابني يا اخي في زمن الرسول في سماعات صوتها عالي زي دي وناس بتسمع ديجا بتاع الركشه. قال له لا عمك قال له خلاص يا اخي ما توطي بطل فارغه يا ابني. بتاع الركشه قام وطى الصوت وغير الديجا قام شغل زنك. برضو عمك الكلام ما عجبه قال بتاع الركشه يا ابني يا اخي انت ما فهمت راسك ده يا زول فوق حاجه، الحاجات دي في زمن الرسول ما في، اقفل الرادي ده يا اخي. بتاع الركشه قام عايل له كده يوقف الركشه قال له طيب يا عمك انت في زمن الصحابه في ركشات؟ عمك قال له لا. قال لي عمك انت اذا تصل الحاج يوسف شايف الشارع داك يا عمك داك شارع غريب ام جعاب من هناك بتجي قافله اولها بتوصلك الحاج يوسف. آدم جوا.